الاثنان يريد أن يحل أزمتهما الداخلية على حساب القضية الفلسطينية. ترامب في مرحلة المحاكمة يريد أن يكسب اللوبي اليهودي الأمريكي والنفوذ اليهودي الأمريكي واليهود هنا حتى يرفعوا عنه هذه المصيبة. ونتنياهو لا يستطيع أن يحسم الانتخابات، فيريد أن يستقوي ترامب على هذه القضية على حساب القضية الفلسطينية. وبالتالي القضية إجرام متعمد في حق الأخلاق وفي حق المبادئ وفي حق الحقوق الإنسانية والاتفاقيات السابقة. ولذلك أعتقد أنه إن شاء الله لن ينجح، بإذن الله لن ينجح. الموقف الإيراني والروسي والتركي والشعوب العربية كلها مواقف معنا في قضيتنا ضد ترامب، لأن هؤلاء هم أيضا هؤلاء الناس أهداف لترامب. أنت تعرف أن ترامب هجم على إيران، والآن هو بيحاصر كثير من الدول التي تدعم برنامج المقاومة. نحن نثمن موقف هذه الدول ونتمنى من بقية الدول العربية والإسلامية أن تعمل أو تخطو نفس الخطوات.